نشرت صحيفة إنديبندنت مقالا للمعلق كيم سينغوبتا يكشف فيه عن السبب الحقيقي الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل. ويقول سينغوبتا في مقاله الذي ترجمته عربي 21 إن ترامب خاف من خسارة قاعدته المسيحية المتطرفة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المسيحيين الإنجيليين الذين يربطون نهاية الزمن بسيطرة اليهود على القدس وصدام حضارات أي المعركة الأخيرة. ويشير الكاتب إلى أنه استقبل على حسابه في تويتر آخر تغريدة من جماعة بريغرام، وهي تصلح للموضوع الذي يريد الحديث عنه، صلاة القدس، ومن ضمن ما ورد فيها: بارك الله في دونالد ترامب، فهو يعرف المبدأ الحقيقي للنجاح، وليس أن تكون فاهما لما تعمل وتفهم النظرية والجانب العملي، بل أن تكون على الجانب الصحيح من رحمة الرب. ومن يبارك إسرائيل يباركه الرب، ومن يلعن إسرائيل تطاله اللعنة. ويعلق سينغوبتا قائلا: حتى لا يكون هناك سوء فهم، فإن الصلاة واضحة في القول، فلو باركنا إسرائيل مهما أخطأت أو فقدت الإيمان سواء على الصعيد الشخصي أو الجماعي، فسيباركنا الرب. وفي الوقت الذي يصرخ فيه العالم اسم دونالد جي ترامب الذي تعلم البركة من أقدام والدته وفهم الفن البسيط بعمل الشيء الصحيح مهما كانت التداعيات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.